حياكم الله أيها الأحبة. من الأحاديث العظيمة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب الصبر، حديثين نذكرهم ويعني نستفيد منهم أيها الأحبة. الحديث الأول متفق على صحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الله أكبر. في الحديث الآخر قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من الحور ما شاء. الله أكبر. كظم الغيظ عبادة عظيمة أيها الأحبة. غالبا ما تصير يعني في الأمور اللي فيها خلطة سبحان الله، يعني بين الزوج وزوجته، الأب والأبناء، الموظف ومديره، فتصير هذه المواقف وتصير هذه الشدة. فإذا استطعت أنك تكظم غيظك يعني توصل لمرحلة أنت خلاص يعني ستنفذ ما يعني دعاك للغضب، لكن مسكت نفسك ابتغاء مرضات الله جل وعلا فأنت على أجر عظيم عند الله عز وجل. ليس الشديد بالسرعة اللي يصارع الناس ودائما يزعل وإلى آخره، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا غضبت ردد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كنت واقف كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لك اجلس، وإذا كنت جالس اضطجع، وإذا غضبت اخرج من المكان اللي أنت فيه إذا ما قدرت تمسك نفسك حتى لا تفعل شيء تندم عليه فيما بعد. أسأل الله يجعلنا وإياكم يا رب من يكظم الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. السلام عليكم.